متوسط أسعار مجموعة من عربيات كيا وشركاء المستعملة في مصر. بداية السيراتو ال 2005 ل 2009 اللي هي السيراتو الجولد اللي معظمها عربيات معوقين بتنزل من 330 ل 380 ألف جنيه. بعد كده السيراتو بقى اللي بيقولوا عليها السيراتو الشكل الجديد اللي هي من 2009 ل 2013 من 430 لل 550 ألف جنيه. بعد كده السيراتو الجيل الثالث ودي من 2014 ل 2018 ودي نزلت بشكلين ودي سعرها بيبدأ من 580 ألف جنيه لل 775 ألف جنيه. بعد كده بقى اسرته من 2019 ل 2021 دي بدايه من 800 لحد المليون 150 الف جنيه. العربيه الثانيه الكيا البيكانتو اللي هي علبه الكبريت اللي هي كلها على بعضها قد كده من 2005 ل 2010 ودي نزلت برضه بشكلين من اول 200 لحد 300 الف جنيه. ومن 2011 لل 2017 من ال 350 لل 530 الف جنيه. ليه البيكانتو ماسكه السعر ده؟ العلم عند الله، محدش يعرف اجابه على السؤال ده. الكيا ستاندو او الكيا سول بدايه من 2009 ل 2013 من 400 ل 550 الف جنيه، ومن 2014 ل 2017 من ال 700 ل 800 الف جنيه، وكتير ما بيحبوش شكل الكيا سول دي نهائي. الكيا الميكروباص المعروفه بالكيا كارنز ودي نزلت بشكلين، الشكل الاول من 2010 ل 2013 ودي من 450 ل 600 الف جنيه، والشكل الثاني من 2014 ل 2018 ودي من 630 ل 800 الف جنيه. واخيرا بقى وليس اخيرا الكيا السبورتاج اللي سعرها لا يقابله قيمه ولا يقابله اداء. السبورتاج من 2012 ل 2016 من 650 ل 900 الف جنيه، ومن 2017 ل 2021 من مليون لمليون 650 الف جنيه. وده يا جدعان بقى وضع السوق ولازم نرضى خلاص بالامر الواقع.